ازيكم عاملين؟ النهارده جاي اكلمكم عن موعد الاهلي والاتحاد الجزائري. يلا بينا نخش في التفاصيل. دلوقتي هكلمكم عن مواجهاتي الاهلي والاتحاد. اول حاجه هم لعبوا مع بعض 19 مباراه وتعادلوا مع بعض بستة، والاهلي فاز عليهم بتسع مباريات والاهلي خسر منهم باربع مباريات. دلوقتي هحكي لكم عن مين اكتر البطولات، الاهلي ولا الاتحاد. لو كده نحكي عن الاهلي، اخد 8 بطولات سوبر افريقي. دلوقتي هنتكلم دلوقتي عن الاتحاد. انا حرفيا دورت في كل حته على النت عشان اعرف الاتحاد الجزائري اخد كام سوبر افريقي، ما لقيتش. وانت عارفين اكتبوا لي في التعليق. لو حبينا مرة نصح بنتكلم عن النادي الأهلي مصنف كام عالميا، هنلاقيه مصنف الخامس عالميا. لو جينا قارنا ما بين الاتحاد والأهلي، لو شفنا الاتحاد هنلاقيه في مركز 184. كده الأهلي يكسب باكتساح، يعني اللي هو الأهلي كسب، يعني هو مركز خامس وده 184، يعني الأهلي فوق. ولو جينا قارنا بقى من نتيجة، أكبر نتيجة جابها الأهلي على النادي الاتحاد كان 6-2 عام 2017، وفي نسخة 1982 الأهلي فاز عليهم 4-0. دلوقتي هكلمكم عن اكبر رقم جابه الاتحاد في الاهلي. يلا بينا. انا صراحه شاب بحثت على النت وما لقيتش، انتوا لو عارفين اكتبوا لي في التعليقات. دلوقتي يا شباب اقول لكم موعد مباراه الاهلي والاتحاد الجزائري ان شاء الله. وان شاء الله يا شباب موعد مباراه الاهلي والاتحاد القادمه ان شاء الله هتبقى شهر 9 يوم 15 يوم جمعه ان شاء الله، هتبقى الساعه 9 مساء. وان شاء الله المعلق المباراه القادمه هيبقى عصام الشوالي. ودلوقتي هقول لكم القناه الناقله للمباراه، والقناه الناقله ان شاء الله هتبقى بين سبورت. كده كنت قلت لك كل حاجه عن المباراه. يا ريت تعمل تخش القناه وتفعل الجرس وتكتب لي رايك في التعليقات. وبس كده، سلام.